عاوز اوجه كلمه كمان مهمه. انا عارف ان اللي هيشاركوا في 30 يونيو جزء رئيسي منهم هم قوه 25 يناير، وجزء رئيسي منهم ما كانش مشارك في 25 يناير الحقيقه خالص. ربما كان بيرقب بيشهد، لكنه بعد ما داق حكم الاخوان لمده سنه قرر انه ينزل الشارع هو كمان. الاثنين مصريين، الاثنين موقفهم ومطلبهم واضح، الانتخابات الرئاسيه المبكره. هل بينهم خلافات سياسيه؟ بينهم خلافات سياسيه. اللي نازلين دول ميزتهم انهم مش نسخ من بعض، ده شعب بكل جمال التنوع. ما تقدرش تحاسب بقى كل واحد انت انتمائك السياسي أيوة. ايه فانا مش دلوقتي ما ينفعش يبقى واحد جنبي بيهتف من اجل مطلبي ان دي سلميه وانا قاعد في الشارع وانا معتصم لحد ميعاد الانتخابات الرئاسيه المبكره، وبعدين اقوم اساله انت اديت كنت صوتك لمين؟ فحدد موقفي منه. هذا اوان فات وانقضى. ما هو هيطلع لتشويه ذلك يقول لك انصار النظام السابق يقفون بجوار حمدين صباحي. احنا في هذه اللحظه بنعتبر الشعب المصري كله باذن الله على قلب رجل واحد من اجل مصلحه وطنيه عامه، هو استرداد الثوره واكمال طريقها وانهاء الاستبداد. وزي ما اوضحنا، قد ما في قلبنا خير وقدره على التسامح والصفح وحرص على ان تكون سلميه بكل معنى الكلمه، قد ما واجبنا ان احنا نتوحد في الميدان. اللي هيثير اي خلاف في الميدان على ارضيه انت كان صوتك لمين في الانتخابات هيبقى بيضر هذه الثوره ما بيخدمهاش. اللي هيقول لحد ده انت كنت في الحزب الوطني، او يقول له ده انت كنت من اللي بيهتفوا ضد سين ولا صاد، هيبقى بيضر هذه الثوره ما بيخدمهاش. اللي نازل وعنده اخلاص لان البلد تتحرر من قبضه الاستبداد الاخواني حتى نحرر مصر من هذه الاستبداد ونحرر الاخوان من الغشاوه التي اعمتهم بطمعهم في السلطه. اللي نازل عشان مصر وتحت علم مصر ما يتلهيش في اسئله تفصيليه. احنا شعب واحد الان نريد ان نتوحد على الهدف، واحنا محترمين ان بينا خلافات كتير، لكن احنا روعتنا ان احنا رغم هذه الخلافات، وما بقولش تطمس ولا تنتهي، لكن نبقى من الذكاء ومن حصافة المؤمن بحيث نأجل فتح هذه الأسئلة الهامشية الصغيرة، لأن أمامنا تحدي كبير وسؤال رئيسي عاوزين نجاوب عليه. يقدر المصريين يكملوا ثورتهم وينتزعوا حريتهم ويلزموا هذا الرئيس بانتخابات رئاسية مبكرة تعيد الأمر للشعب تاني عبر آلية ديمقراطية بعد فترة انتقال نتوافق عليها، ولا هيرضخوا لهذا الاستبداد والإفقار والمهانة وقلة القيمة التي شاهدوها عبر سنة؟ هو ده السؤال. فده مش وقت لأن احنا نثير اللي بيسموه التناقضات الثانوية يتصبر عليها، عشان في تناقض جوهري. المطالب الثانوية نوسع صدرنا وعقلنا ونبقى كبار بدون أي مراهقة أو طفولة يسارية أو يمينية أو غيرها. عاوزين نبقى على قدر العزم اللي الشعب المصري أبداه في تقبله الرهيب ودعمه لحملة التمرد ومطالبها. إذا ربنا أكرمنا والتزمنا بده، ده إن شاء الله يجعل النصر أقرب إلينا وربنا يتم علينا. أستاذ حمدين صباحي، ألف شكر.